السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو احنا عايشين على سنن النبي في حاجات كتير، هنتكلم على السنة، بس مش هنتكلم في الأساسيات اللي ماشيين عليها مع إنها ما وردتش في القرآن، يعني اللي منها تفصيل الصلوات وعدد الركعات، وتفصيل أحكام الزكاة، وتفصيل أحكام الرضاع، وزي برضو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأحكام تانية مستقلة لم تذكر في كتاب الله في حاجات تانية كتيرة زي الديات والنفقات والجنايات واحكام الزكاه واحكام الصوم والحج الى اخره. فزي ما قلنا مش هنركز في الاساسيات. ايه رايك بقى تيجي معايا في رحله طويله على مدار الايام الجايه نعرف سوا سنن اكتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هندخل في اعماق السنه ونعرف سوا سنن مهجوره وحاجات اول مره هتعرفها مع انها ليها مكانه وفضل عظيم قوي. ولازم توعي بنقطه انه فرض علينا اننا نطيع الله ورسوله ونعمل اللي امرنا بيه ونبعد عن اللي نهانا عنه. وخليك فاكر ان من احيا سنه من سنن النبي له اجر كل من عمل بها دون نقصان من اجر. فما تبخلش عليا بدعمك يعني الفيديو ده والفيديوهات الجايه. خليك حاضر معايا باللايك والكومنت والشير وفولو وسيف فيرست عشان مفيش حاجه تفوتك. ولو انت بقى على اليوتيوب فما تنساش بعد السبسكرايب تفعل جرس الاشعارات. والله النية خير، وهي ان ننشر سنن النبي وكلنا نعمل بيها. وبس كده، ما توقفش الصلاه على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.